تخيل لو نقدر نصور كهرباء القلب زي صورة سيلفي واضحة. هو ده بالظبط اللي بيعمله ال ECG. قبل ما نبدأ تعالى نفصص المصطلح لجزء جزء ونفهم معناه. إلكترو جاي من electricity ويعني بتقيس الإشارات الكهربائية للقلب. electrical signals. كارديو يساوي heart يعني القلب. جرام يساوي written record or tracing معناها تسجيل أو رسم. يبقى المصطلح على بعضه. electrocardiogram يعني تسجيل النشاط الكهربائي للقلب. هنبدأ بالتعريف. Electrocardiogram is a painless and non-invasive test that records the electrical activity of the heart from 12 different points. باختصار ال ECG اختبار بسيط وغير مؤلم بيسجل النشاط الكهربائي للقلب من 12 نقطة مختلفة على سطح الجسم. خليك عارف إن الإجراء غير جراحي non-invasive ما فيهوش دخول جوه الجسم أو فتح للجلد. نروح لتاني حاجة. الأهداف detect arrhythmias, conduction problems, myocardial infarction, hypertrophy. بيساعد في اكتشاف اضطرابات ضربات القلب، مشاكل التوصيل، الجلطات، تضخم القلب. monitor recovery and evaluate treatment. متابعة شفاء المريض وتقييم فاعلية العلاج. وتعالى أوضح لك كل واحدة خطوة بخطوة. 1. Arrhythmias are irregular heartbeats, either too fast, too slow or completely irregular. معناها إن ضربات القلب مش ماشية بنظامها الطبيعي، إما سريعة جدا tachycardia أو بطيئة جدا bradycardia أو غير منتظمة atrial fibrillation. 2. Conduction problems happen when the electrical signal in the heart is delayed or blocked. يعني الإشارة الكهربية اللي بتعدي من ال SA node لحد البطين مش بتوصل صح. 3. Myocardial infarction احتشاء عضلة القلب أو الجلطة. Myocardial infarction is when blood supply to part of the heart is blocked causes muscle damage. يعني جلطة في الشريان منعت الدم يوصل للعضلة وده يسبب موت جزء منها. 4. Hypertrophy تضخم عضلة القلب means the heart muscle becomes thicker than normal. يعني جدار القلب بقى سميك بسبب ضغط عالي أو مرض صمام.